النهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا مزرعة لدود الريد ويجلر او دود الكمبوست زي ما بيقولوا. انا بوريكم جودة الكمبوست. دي مزرعة عادي شغالة بقالها شهر ونص وبقت كومبوست يعتبر اهي. اهو الدود عمل هجرة عشان انا جددت الحتة دي بس. وده دودة انا مكونه بتاع 60 دودة او 50 دودة حوالي كده. انا بيهم مزرعة صغيرة. طبعا احنا بنعمل عدد صغير عشان الدود يتشجع اللي هو يتكاثر عشان يعمل اعداد كبيرة، فاهمني؟ وكمان لو حطيت دودة غير النوع ده بتساعد على التكاثر، ان هو بيحس بقى في حد بينافسه وكده. دلوقتي خلي بالكم، بصوا انا بقلب في دودة صغيرة اهي، هحاول اوضحها لكم اهي، شايفينها على صباعي اتحرك اهي. وفي دودة اصغر منها جنبها كمان بيضة، وهي في دودة حمرا صغيرة. طبعا دي دودة البيضة دي لسه فاقسة بقالها يوم او يومين يعتبر. الحمرا دي تعدي مثلا اسبوع. الدود بيكبر بسرعة ومعدل التكاثر في الدود سريع قوي. هعمل لكم فيديو بأمر الله اقول لكم الدودة يعني بتبيض، بتحط الشرنقة بعد قد ايه، والشرنقة يبقى فيها قد ايه، كل ده مع بعضين. تمام. طبعا لو حابب حد يربي ولسه مرباش، يعني انا هسيب لكم رقمي في اخر الفيديو، تقدروا تكلموني وانا تحت امركم. انا من اسكندريه واقدر اشرح لكم في اي مكان. طبعا الريد ويجلر ده احنا بنربيه عشان ناخده منه السماد الطبيعي للارض الزراعيه وكده. وكمان الدود بيتباع ذات نفسه، يعني الدود بيدخل مصدر رزق ليك. يعني انت لو تربي بيتكاثر بسرعه وبيخلف بسرعه، بيكتر، وبتقدر بقى تبيع منه، وتبيع من الكمبوست طبعا اللي هو يعتبر مؤاخذة في الكلمة الحمام بتاعه، بتقدر تبيعه. تمام. ده تبن كرتون بيض عادي، تقعدوا في المية حوالي يوم، تخليه يشرب مية كتير لغاية ما يقدر. طبعا احنا بنحاول نقلبه بس. طبعا شايفين الكرتون بقى عامل ازاي؟ الكرتون خلاص يعني دوب بتمسكه وتلاقيه اتفرفت كده، دي حتة حلوة. نفض ايدك طبعا. ودي المزرعة اهي، مش هنعصره قوي، يعني مش هتعصر قوي، يا دوب تخنقه كده بس، تسيب فيه مية. تمام. اهو حطه اهو على قد ما تقدر. خلي الارتفاع بتاع المزرعة عالي، يعني لو تقدر تملى علبة زي دي مثلا، تملاها كلها تبقى تمام. كمان كوبش اهو. ما بعصرش قوي، يا دوب انا بخنقه كده بس. طبعا في حاجات تانية بتحط لهم كل اسبوع، بتحط لهم بقى خضروات، اي حاجة يعني خضرة، ورق ورق شجر، بطيخ، التفل بتاع الشاي والقهوة، هما بيعيشوا الحاجات دي. يعني بتأكلها ولا حاجة وبتاخد منها فلوس، فاهمني؟ طبعا اللي مربي وعارف الحاجات دي يبقى عارف الدنيا ماشية ازاي. دلوقتي كده احنا خلصنا المزرعة وهنبدأ نحط بقى ايه الدود ده طبعا عبارة عن دود بالغ وشرانق وصغير، ان انت اصلا مش هتلاحظه بعينك، بس هو في صغير كتير وفي شرانق يعني بيض شرانق، يعني بيض الدود. والبيضة حوالي بتطلع 12 دودة ولا حاجة كده. تمام. طبعا بفرقهم. هوريكوا ايدي دلوقتي، ممكن يبقى فيها دود اصلا لو ركزتوا. وهنا طبعا بيبقى فيه دود صغير كتير، فانا هنفضها يعني في الاخر. انا مظهرتلكوش بس نفضتها في الاخر وحطها في المزرعة الكبيرة. تمام. انت لو معندكش مكان او حاجة فانت اعمل مزرعة زي صغيرة زي دي. لو عندك مكان مثلا اعمله مع السلم، خلي بالك، يعني حاجة مش هتأيدك بحاجة. انا بنفض ايدي عشان فيها دود صغير كتير. وعامل اللي هي الصناديق البلاستيك اللي هي بتاعت الفاكهة الكبيرة دي احسن حاجة ليها، انها مخرمة وكده. بس انا مخرم يعني الكرتونة دي من تحت. تمام. انت لازم تخرم علشان المية لو في مية زيادة او حاجة تنزل في الارض بقى، ما تقعدش في الارض، يعني في المزرعة وكده. لو لقيتها ناشفة مثلا في يوم بترطب عليها كل يوم، يعني تديها رشتين مية 3 كده. تمام. ثواني اولع لكم الكشاف بقى عشان تشوفوا كل حاجة صح. الدود طبعا هرب نزل بقى لتحت،
ان انا ولعت الفلاش، فالاضاءة هو بيكره حاجة اسمها اضاءة. وانصح ان ما تحطوش في اي حتة فيها اضاءة، لازم تغطيه، او حتة فيها ضلمة يكون احسن. بيشتغلش غير في الضلمة، ميطلعش ياكل غير في الضلمة. لو في نور ما بيبقاش نشيط، فاهمني؟ دلوقتي اهو برشرش على المزرعة برضك كامل على الوش. هي مبلولة كل حاجة، بس انا باكد عليها يعني لازم حبة ميه وكده. فهرش المية بقى وكده خلاص المزرعة تمام. نحطها بقى نرش على المزرعة القديمة بتاعتنا، وهنبدأ بقى نحطهم في مكانهم الضلمة. تمام. دي الحتة اللي انا بربي فيها عامل مزرعتين اللي هي الكبار شوية. هو ده يعني لو تقدر تجيب السبتة دي فده احسن حاجة، عشان هو مخرم وكده. فاي مية زيادة بتحط طبعا شوال، بعد كده بتحط عليه اي مية زيادة بتنزل. لكن العلبة الصغيرة اللي انا كنت عاملها دي فانا مخرمها، فهي على طول هتنزل، مش محتاجة شوال، فاهمني؟ هنا حاجات كلها سهلة يعني، حاجات تعرف تجيبها. بصوا المنطقة دي تحس مفيهاش دود لان الرطوبة قليلة. بصوا بقى لو مسكت الحتة الناحية التانية ان هي فيها رطوبة مظبطة، الدودة ده شكل الدود. دي دودة بالغة طبعا، دودة بالغة وشغالة. تحاولوا بس مش كل شوية تزعجوا الدود، تمام؟ يعني ما تحركوش كتير من مكانهم وتطلعهم وكده. ده الأحلى حاجة في السبتة دي، ان هي فيها اماكن يعني بتخش بتعشق في بعضها كلها. وممكن يعني تفهمين تعمل سلم كده طويل، تعمل حاجة طويلة بيها، مش تاخد مكان كتير. يعني ممكن تاخد مقاس بس بوكس وتحط فوقيه وفوق بعض فوق بعض فوق بعض كده. طبعا الحاجات دي بتكسب جدا جدا يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. اللي بدأ فيها عارف الشغلة دي. طبعا ما فيش حد كتير فيها وكده. طبعا احنا بنعمل السماد الطبيعي عشان ما يجيلنا السرطان بقى وقرف من الكيماويات اللي هما بيحطوها. اهو طبعا البوكس الصغير هيتحط هنا كده هو لقيته مكانه هنا، فحتى عشان لو صفى ميه ينزل على تحتيه، واللي تحتيه ينزل لتحتيه، فاهمني؟ بس كده يكون حلقة النهاردة خلصت. ورقم تليفوني انا قايل لكم هسيبكم في اخر الحلقة 012 836 10 482. لو حد عايز اي حاجة اكتبلي في الكومنتات. يلا سلام.